الخضراء راه دار بناء على ما قدمه المغرب في المجلس العالمي لحقوق الانسان، والتقارير التي اطلع عليها المغرب بصفته رئيس والتي كانت موضوعه على مكتب السيد عمر زنيبر. فهنا هاد الحوايج هادو هما اللي كيأكدوا لنا فعلا على ان المغرب اصبح عضو دائم في الامم المتحده، وهي مساله وقت لاعلان هذا الخبر هذا. وهنا المغرب بدا كيتحرك بالثقل ديالو في اللجان ديال الامم المتحده، وتم تعيين سفراء جدد لما فتئوا في كل المرافعات ديالهم، فيما شدوا هذاك عمار بن جمع كيدقدقوه في المجال الحقوقي ديال حقوق الانسان. وهذه الورقه هذه بالضبط هي الورقه الوحيده اللي غيتساغ عليها اول قرار غيدين الجزائر دوليا، هو الملف الحقوقي اللي غتحط فيه الولايات المتحده الامريكيه قرار ثقيل كيفرض على المنظومه الدوليه تصوت عليه، هي الدخول بالقوه للجزائر او ان تفتح الجزائر ابوابها للمنظمات الدوليه في هذا الباب هذا. ومن بعد ذلك كيبداو يجيو التقارير وكيبداو يضاعفوا العقوبات، كتبدا يتلغى الانظمه، كتبدا الاعتقالات، كتحكم المحكمه الجنائيه الدوليه، كيتحركوا واحد الملفات اللي راكده في هذا الباب هذا. ومن هنا ارى برا وارى الفرجه. رجعوا الاخوان اللي ما سميتو، رجعوا للملف ديال البوسنه والهرسك مع صربيا، رجعوا للملف ديال العراق، رجعوا بزاف ديال الملفات مشابهه بحال هكا، وكيفاش كيتوظف الملف ديال حقوق الانسان وديال الاضطهاد وديال الأنظمة الشمولية كيكون هو الباب اللي كيتفتح منه هذا كيفاش غادي نسميها، كيكون هو ذاك الواد اللي كيجيب داك شويه ديال الماء اللي غادي نحلو به. خويا امين عيد ميلاد